فهو فقط يعني احساس ديال المسؤوليه. بكل صراحه ما كناش باغيين نخيبوا 40 مليون مغربي. احنا جينا لهنا عارفين علاش حنا هنا لواحد الميسيون محدده معينه، واننا ناخذوا لا كوب، عارفين بان الامور ماشي سهله بتاتا. كنلعبوا ضد منتخبات قويه، منافسه انتم شفتوا بان النيفو ديالها طالع بزاف، عندها واحد جوج ديال العوامل اللي كبارين بزاف، وهذه نقطه مهمه نقولها، وانه يا اما كتلعب مع منتخبات اللي مؤهله لكاس العالم واللي كتشوف هذه فرصه باش انها توجد نفسها في افضل حله ممكنه لكاس العالم، وفي قلب هذا الشيء كاين لاعبين اللي تري موتيفي لان كيلعبوا ورقه الذهاب ديالهم لكاس العالم، البلاصه ديالو في كاس العالم، او لا منتخبات اللي ما تاهلاتش وكان عندهم خيبه امل وخصهم يتصالحوا مع الجمهور ديالهم، وهذا هو الفرصه باش يردوا الاعتبار لانهم ما تكلفوش. فهنا فين كاينه الصعوبه واللي خلات هذه النديه وهذا لو نيفو هذا ديال هذه لا كومبيتيسيون تكون بحال هكا. احنا في صعوبات الحمد لله، كنشكر الرجال على التعامل ديالهم، ان في خضم الصعوبات كامله واصلين اليوم للنهائي. ضيق الوقت، لي بليسور، لي كارطون روج، اضيف عليها اشياء كثيره اللي عانينا منها، لكن مع ذلك الحمد لله الرجال موصلين لا فينال. ما يمكن لي انني نكون فخور بهم وكنفتخر بتواجدي بيناتهم. الحمد لله عندنا واحد المنتخب وواحد الافراد في الاسره ديالنا، حقيقه اسره حقيقيه ماشي بالكلام، اللي الهم والشغل الشاغل ديالها هو الدفاع على الالوان القميص الوطني، هو نكونوا عند حسن ظن الجميع، هو اننا ما نخيبوش الامل، هو ان كره القدم ديالنا والرايه ديالنا تبقى عاليه، وهذا هو كانت الشعله ديالنا، وهي باش كنمشيو في المقابلات. شوف مره واحده اخرى هي كيبقى توفيق من الله. حنا الحمد لله ربي وفقنا اننا الحمد لله درنا اختيارات دي شونجمون اللي عطاو الاكل ديالهم. انا سبق لي وكنت ذكرت من قبل المقابله بان المقابله هذه تلعب على الذكاء، مفتاح المقابله الذكاء في التعامل مع مجريات المقابله، وكنظن بان ربي وفقنا اننا كنا ذكيين في قراءه ودرنا الاختيارات الصائبه اللي جعلت ان المنتخب يسجل الهدف الثاني والثالث الحمد لله. هذا كيحيني نقول جوج ديال الاشياء، نقول اننا مفتخرين، وقبل منا اننا مفتخرين بجلاله الملك نصره الله، لانه كانت الرؤيه الرشيده ديالو والتبصر ديالو لانزال مشروع حقيقي من اجل تطور كره القدم، والحمد لله اليوم كنجنيو الثمار ديالها. كذلك الناس ديال الجامعه على راسهم السيد فوزي القجع مشكورين على العمل الكبير اللي كيديروه، خصوصا السي فوزي القجع اللي كنعرفوا حق المعرفه، عنده من حب الوطن الشيء الكثير، عنده من نكرات